اعتبروه تهديد مباشر له. اذا اكوادي ما توصلني خلال هذا الشهر ووصلوا له هذا الكلام، صدقوني راح يصير شيء ما يعجبه ابدا. شو والله حابب اقول لكم بدا البث المباشر، ارفع الشاشه لفوق. تعودت كل ما اطلع ستوري هيك اقول بدا البث المباشر. المهم البث المباشر رح يبدا بعد دقائق. طيب شباب، المهم الموضوع اللي انا حابب اتكلم فيه مش هو البث المباشر. ستوري اللي نزله لورد احمد شفتوه قبل شوي، انا شاركت ستوري عندي قلت لكم شوفوا الستوري اللي بعده واللي هو راح يكون ردي. شباب والله هذا الموضوع انا ما عاد حابب اتكلم فيه صراحه، بكل بساطه هو موضوع الاكواد ومشكلتي مع هذا الانسان اللي اسمه بدر. اوكي، انا الموضوع هذا ما كنت اعطيه قيمه بالبدايه، لانه اكوادي راح اخذهم، يعني راح اخذهم، مش اكوادي، هم اكواد متابعيني وهم حق متابعيني، وانا راح اخذهم، يعني اذا هو حب او ما حب راح اخذ اكوادي في النهايه. اوكي، فعشان هيك انا مش مكبر الموضوع ومش عاطي للموضوع قيمه، ولكن احس انه الموضوع يعني صراحه كبر زياده عن اللزوم. يعني كل شوي شخص قاعد يقول لي تعال، وشخص يقول لي تصالح معه، وشخص يقول لي كذا وكذا وكذا. باختصار الموضوع ما احب اطول فيه كثير. الستوري اللي نزله لورد احمد سبب لي يعني كثير تاجات صاروا يجوني ورسائل، وصار مثل في هجوم. فتحت الانستغرام لقيت كلهم باعتين لي علي عمر وكذا وتصالح معه وتصالح معه. شباب ردي على هذه التاجات وعلى هذه الرسائل، انا ما عندي مشكله مع اي انسان، ما عندي مشكله مع اي انسان. اكواد متابعيني فقط حببهم يوصلوني اكواد متابعيني، اتسامح مع اي شخص عادي جدا. ولكن كيف انت تيجي تقول لي روح تسامح مع هذا الشخص، وهذا الشخص قاعد ياخذ لي في حقي وفي حق متابعيني؟ يعني كيف انا اروح احكي معه برود الدم وهو ما اعطاني اكوادي هذه الشهر مثلا؟ يعني موضوع ما يصير يا شباب. مش حقد ولا انا زعلان منه ولا اي شيء، ولكن حقي، يعني شخص ماخذ حقك، كيف انت تيجي تحكي معه طبيعي وعادي؟ يعني انا ما اقدر يعطيني اكوادي، اتسامح معه ويرجع كل شيء طبيعي مثل الاول، وما عندي اي مشكله مع اي انسان. اوكي، هذه النقطه الاولى بالنسبه لاتصالح. النقطة الثانية واللي هي كانت المفروض تكون النقطة الأولى، واللي هو سبب الخلاف أو سبب المشكلة، يعني والله هو طفل. أنا كنت أمزح معه مزح، أوكي، سوى روم فعالية تبع كريمينال، تجمع كريمينال، أنا كنت في البث المباشر. إجا اللورد قال لي تعال نشارك، شاركنا في الروم. طلعت الشات لقيتهم يقولوا لي خرب له الفعاليه، واللورد صار يقول لي تعال نخرب الفعاليه تبعه. فاخذنا الموضوع بمزح، حبينا نعمل جو في اللايف ستريم وخربنا الفعاليه. صح يعني اوكي هذا خطأي، ولكن انا خربت فعاليه ما خربت له حياته. يعني في النهايه هو روم يقدر يعمل روم تاني، هو يعني مطور في الشركه، يعني يقدر ينزل في حسابه 1000 روم ويرجع يفتح 1000 روم ويعيد الفعاليه مره ثانيه ويحذف الفعاليه اللي خربت. يعني انا ما عملت هذا الشيء لانه عندي حبيت فقط اعمل جو، وكان فقط مزحه. ولكن هو اخذ الموضوع بجد وحسسني اني خربت له حياته وما خربت له روم، وحقد علي وصار بطل يعطيني اكوادي وصار يهددني وراح اطلعك من الشراكه وراح احرمك من الاكواد. يعني عيب، والله عيب، هذا الشيء عيب. الموضوع بكل بساطة أنا ما حبيت أكبره، وكان الموضوع باقي فقط في الديسكورد، وكان يقول لي اللورد خلاص نحن بدأنا بالمزح وتعال تصالح معه وتعال كذا وكذا وكذا وكذا. ما حبينا نكبر الموضوع، ولكن فجأة لقيت اللورد يعني راح نزل ستوري ورجعوا الناس يتكلموا عن الموضوع. أنا صار لي تقريبا يومين ما تكلمت عن الموضوع وما عاد حبيت أتكلم عن الموضوع أبدا. رجعوا فتحوا الموضوع مرة ثانية. فالشيء يعني اللي زعلني انا اكثر شيء انه هو يجي يهددني قدام الناس، راح اخرجك من الشراكه وراح احرمك من الاكواد. يعني انا ما اتهدد، والله العظيم انا ما اتهدد، ما تهمني الشراكه كلها. يا اقوم اقولها قدام الشركه نفسها تشوف ستورياتي، وهو يشوف ستورياتي اكيد، يعني والمتابعين كلهم يشوفوا ستورياتي. انا ما اتهدد، ما تهمني الشراكه كلها، واللي تحبوا تعملوه اعملوه عادي، تخرجوني من الشراكه ما تفرق معي. اوكي، ف يعني ما تيجي تهددني قدام الناس وتصغر من قيمتي وتحسسني انه انا ميت على هذه الشراكه. يعني والله الشيء يضحك. انا فقط تهمني الاكواد فقط. لما اعرف في ناس رؤوسها مربعه راح تقول لي اوه انت علي عمر متكبر. مش قصة متكبر شباب، ولكن تخيل انت تدخل الشراكة وتحس انه في مطور قاعد يدلك لانك موجود في الشراكة. والله صدقني راح تقول له روح انت والشراكة تبعك. يعني والله العظيم مش قصة تكبر، بس يعني انا طبيعتي ما احب حدا يدلني وما احب الحس لحدا مين ما كان هذا الشخص يكون. فانا ابوي شخصيا ما عامله بهذا الاسلوب، اجي الحس لمطور ولا ما بعرف مين. فهذا هو الشيء اللي حاب اوصل لكم اياه، وكمان هذا الشيء وصلوه لهذا المطور بدر.
هذا اعتبروه تهديد. انا ما بحياتي ما تعاملت بهذا الاسلوب، ومستحيل اتعامل بهذا الاسلوب، وخاصه قدام متابعيني وبستورياتي، ولكن هالمره للاسف في ناس تجبرك انك تتعامل بهذا الاسلوب. اعتبروه تهديد مباشر له. اذا اكوادي ما توصلني خلال هذا الشهر ووصلوا له هذا الكلام، صدقوني راح يصير شيء ما يعجبه ابدا. في النهاية يا شباب، شركة جارينا دعمتني كتير بأكواد، بجواهر، بأشياء أسطورية صراحة، ولكن أنا أقول هذا الشيء هم مش سبب نجاحي. أنا في النهاية وصلت 3 مليون ونصف متابع بفضل الله، ثم بفضل متابعيني ودعم متابعيني لي، يعني مش بفضلهم هم. انا احيانا ما انام الليل يا شباب وانا اصور فيديوهات وافتح بثوث واعمل وامنتج وكذا، وانستغرام ويوتيوب ونونو لايف، ويعني ما انام الليل وانا اشتغل. فيعني ما احب انه الشركه تيجي تحسسني انه انت سبب نجاحك. نحن اوكي ممكن هم سبب 20% من نجاحي، ولكن انا تعبي وسهري وشغلي هذا كله يعني على الفاضي. انا كنت فقط انسان عادي، اجت الشركه قالت لي علي عمر صير 3 مليون ونصف مشترك، صرت في ثانيه 3 مليون ونصف مشترك. هذا الشيء غلط يعني. ما احب هيك احس نفسي مدلول وانا بالشراكه. ليش؟ في النهايه انا يوتيوبر صانع محتوى، عندي اكثر من 3 مليون بدون تكبر، ولكن انا الي قيمتي يعني. فما احب حدا يعاملني بهذه الطريقه. ففي النهاية خلاص أنا راح أسكر هذا الموضوع، راح أفتح بث مباشر بعد شوي. اعتبروه تهديد لإله، تهديد مباشر لإله. إذا ما توصلني أكوادي قبل نهاية هذا الشهر، باقي 9 أيام وينتهي هذا الشهر، إذا ما توصلني أكوادي راح يصير شيء أبدا ما يعجبه. ووصلوا هذا الكلام لإله وخلاص، وأحب أسكر هذا الموضوع، وراح يعطيني أكواد متابعيني غصبا عنه يا شباب. ووصلوا له هذا الشيء. أوكي، فخلاص سكرنا على الموضوع، ما عاد أتكلم فيه.